صباح الخير. طبعا مثل ما وعدتكم للبنات اللي جابوا مشتركين أني أسوي لهم مقطع فيديو مختصر عن حياتهم. طبعا هاي الاستخارة المشتركة عندي، بسم الله، اسمها فاطمة. حبيبتي سمعي خيرتك، شوفي لي كعمرك 20 سنة، ببالك أمنيات هواي تحققينها، تعبانة، أمورك الأسرية مو تمام، جاي تحسين عندك بدك تطلعين من هذا العالم، بدك تبعدين عن الناس، بدك يعني تشوفين الناس يحاربونك، أقرب الناس إلك ضدك. هذا كله ما راح تبقى الأمور هيجية. عندك سفر، عندك رحلة طويلة وإن شاء الله تكون خير. طبعا مستقبل زاهي وزواج حسب ما تتمنين، حتى لو ما كانت علاقة حب، حتى لو كان زواج تقليدي، لكن هو بالنهاية زواج يسعدك، بعيد عن مكان منطقتك، بعيد عن أقاربك، في مسافة بعيدة يعني بينك وبين الشريك اللي راح يكون شريك حياتك. طبعا تحذرين من النسوان، تحذرين من الحسد، من الأعمال، أكو موجودة بحياتك أعمال وحسد، إن شاء الله تقدرين تتخلصين من عندهن. جاي أشوف حب بعيد أو ماضي يتجدد، شخص تعلقتي بيه وطلع من حياتك وتأثرتي هواي، لكن الله راح يعوضك إن شاء الله باللي أحسن من عنده. لكن تحذرين من الأقارب، وخاصة عندك الأقارب بنات العمة، بنات خالة، يعني من الأهل مثل ما نقول، منك وبيك. ذني ما يحبلك الخير، يحاول إن يطيحنك بمشاكل، يطيحنك بعقبات، فتبتعدين عنها. يعني اخذي كلام ولا تنطين. بالنسبة لزواجك إن شاء الله راح يكون قريب على السنة الجديدة، يعني مو على هاي السنة، احتمالات يكون على نهاية هاي السنة أو بداية السنة الجديدة. وإن شاء الله خير يا حبيبتي، الأمور طيبة، لا تخافين من المستقبل، المستقبل أحلى من الحاضر. بإنسان يفهمك وإنسان يقدرك ويحبك. أنت بالبداية ما راح يكون أكو تعاطف وياه، لكن بعد الخطبة راح يكون في بيناتكم تبادل حب وتبادل آراء والأفكار، وإن شاء الله أحلامك تتحقق بالمستقبل. عندي صعوبات بالحاضر، لكن هذه الصعوبات ما مستمرة، ما تبقى وياك طول العمر، هذا كله يزيح. هاي الفترة شوية صعبة، والفترات الجاية راح تكون سهلة إن شاء الله.